النعم العظيمة أن يبعد الله عنك طبع الفضول، فلا أنت مهووس بحياة الناس وتفاصيل عيشهم، ولا حتى مهتم بالجديد عنهم وأسرارهم، وما تركض أبدا ورا القيل والقال، ولا حتى حاب تعرف حاجة عن أحد. نعمة عظيمة أن يكون كل همك كيف تجعل نفسك أفضل من كل يوم، ونعمة عظيمة أن يكون كل همك حالك وحال غيرك تارك لخالقه. السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ إن شاء الله تكونون بخير وعافية وصحة وسلامة. اليوم راح أبدي وياكم روتيني. طبعا راح أبدي بالتنظيف، وبعدها راح أبدي بالطبخ، وأيضا أني مخيطة فرشة أو نقول نزلة مال غرفة النوم مالتنا. طبعا قماش كلش حلو، إن شاء الله الفيديو يعجبكم. وبالنسبة للشغل نريد نخلص من الشغل، العمر دا يمشي والشغل ما دا يخلص. راح أبدي وياكم نهاري بركة الصلاة على محمد وآل بيت محمد. تابعوني. وهنا أنا بنات بلشت بتحضير مواد التاتشينة. طبعا بنات أني من يكون عندي جزر أفرز من عنده، أسوي من عنده حلاوة، أسوي من عنده عصير، يعني صراحة أحسه منقذ. فمن تكون عندي كمية مالت جزر رأسا أفرز من عنده وأضم بالمجمدة. يعني بحالة يكون عندي شغل، عندي مثلا أودي واحد من الأولاد حشوة أسنان أو أني أو أي ظرف، واحد ما يعرف شنو الظروف، مرات يصير عندك واجب تكون التفريزات عندك جاهزة. هنا راح نبدي بطبخ وذكر المواد مال التاتشين. بالدرجة الأولى هو راح يكون أما دجاج أو لحم. أنا هنا راشة على الدجاج فقط ملح بنات، حتى يطلع عندك نتيجة حلوة، وأي زفارة ما تبقى بالصدر الدجاج أو أي قطعة من الدجاج بالبداية. فقط ذبي له ملح. هنا هذا الجزر حسب انتي رغبتك، الكمية اللي انتي ترديها. أنا بالعادة أخلي ويا الجزر أخلي بازالية، بس هالمرة ما خليت بازالية. قالوا الأولاد فقط نريده هالمرة جزر، لأن تعرفون انتو العطلة والمزاجيات عندهم والقعدة متأخرة، فتعرفون يعني لازم واحد وياهم. هنا عندنا البصل بنات ينطيك نكهة وطعم طيب بالطبخ. أغلب يعني شغلات الطبخ كبرياني. طبعا على فكرة أنا حتى بالبرياني أخلي بصل، أخليه يتكرمل، ينطي طعم ونكهة للطبخ فالشي خيال. أسويه جوانح رفيعة كلش وأطبخها تمام. عادي يغنيج عن هذا البصل هسه المجفف اللي دا ينباع. أنا صراحة ما أجيب بصل مجفف، أجيب بصل بودرة عادي، بس بصل مجفف من هذا يعني شلون هيجي لا ما أجيب. هنا نجي على البهارات حسب رغبتك انتي شنو اللي ترديه. بس بالدرجة الأولى والدرجة الرئيسية اللي تنطي نكهة وطعم كلش طيب اللي هي العود الدارسين والكزبرة. أني أعوذ بالله من كلمة أني البهارات أحب أني أطحنها بإيدي، يعني حتى أسوي بهارات الهندي بإذن الله إن شاء الله أنزلها لكم، طعم رهيب، ترهم جوكر على كل أنواع البرياني، تاتشين، كبسة، يعني كل شيء تخليها تعطيها نكهة وطعم روعة. بس هنا إحنا عندنا بالدرجة الأولى والدرجة الرئيسية هي العود الدارسين والكزبرة الصحاح بنات ما مطحونة. هنا عندنا بابريكا حمراء شوية، يعني مو اللي مدخنة، لا بابريكا واسم بيها حرارة. هنا بصل بودرة، هنا فلفل أسود، وهنا ملح. الملح حسب رغبتك. أنا هنا بس خالة يعني شلون حتى أذكر المكونات بالفيديو. طبعا أكيد هو راح أخلي أنا خالة بالدجاج وأخلي بالتمن، بس حتى في سبيل إنه أذكر. بنات بالنسبة كأي تاتشين يبقى الأم البيت شنو اللي يرغبوا له. يعني أنا هسه بالتاتشين أخلي هيل، البعض ما يرغب له هيل، البعض يخلي على الشعرية شوية شلون
نص مكيالة شكر. أنا ما أخلي صراحة شكر على الشعرية، البعض مو الكل، فحسب الطبخ أذواق وطبخ نفسيات، والكل نفسياتها ما شاء الله تخبط بالطبخ. وعلينا وعليكم مقدما بألف عافية. راح أبرشر وياكم طبخ التاتشينة، وإن شاء الله انتو وياي. وهنا بنات بعد ما كملت خياطة الفرشة أو ما نسميها النزلة، هنا بنات شوية تعبت بيها. يعني مو تعبت، أني يعني عادي أحب الخياطة رغم إنه أني ما أخيط يعني على طول، من عندي وقت فراغ أو عندي شلون واهس نقول للخياط. بس ك فرشات شغلات للبيت لا أسويها أني. مرات والله أودي للخياطة، يعني ليش واحد أو مرات أبو صديق أبو حمودي هماتين خياط نودي. بس شنو يعني أغلب الخياط اللي يجيني مرات بس نضرب أوفر، ماكوش غسلة وحدة كل الزلع القماش. السوقي أني ما أحبه، تمام. فهنا شنو اللي تعبني 3 طبقات. هنا طبقة أولى، وهذا الكشكش طبقة ثانية، هذا طبقة ثالثة. بس طلعت جمال. طولت بيها الصراحة يومين، يعني تعرفون وياها مخاديد 2، والنزلة سويتها من الجهتين. يعني هسه شوفوا هراويكم الجهة الثانية. الجهة الثانية هماتين خليت بيها معه، كلش حلوة طلعت. لون فاتح، وصراحة يعني بأيام الحار، أنا حتى بأيام الشتاء يعني الألوان الشتائية ما أختارها غامقة، لأن أحسها تصير يعني شلون تضيق المكان، تسوي المكان أظلم. الألوان الفاتحة حلوة. حتى إذا مرات إذا آخذ مثلا لون ما أقول غامق، آخذه متوسط، آخذه سادة، تمام. أغلب الأوقات آخذ سادة، بس مرات الأسرة مو مال سادة، يعني ألوان سادة. فهذا القماش كلش عجبني، همايون، تمام. وأني كملته تبارك الرحمن، طلع كلش حلو. هذا تطعيم طبعا اشتريت له في زون، تقريبا اشتريت له مترين. من هاي الجهة صار متره، ومن ديك الجهة صارت بي خياطات، يعني بس خياط واحد، وأني سويت له خرط. هنا تعالوا أراويكم الزرعات مالتي، ما شاء الله تبارك الرحمن شلون صايرات. بس عندي المشكلة صارت بعصا موسى، ما أعرف ليش هيجي. طبعا كل شهر إحنا أغير ميها أو أخلي لها قطرات. بس ذاك النهار سمعت قالوا إنه هي تحب المياه الراكدة، بس ما أعرف من الحار، ما أعرف. شوفوا بنات هنا قامت شلون اللي نقول تتآكل هيجي، ما أعرف من الحار، مدا أدري. هسه أنطي سيرش عليها. راح أبو حمودي قال له لازم تكون معرضة يم شباك، يعني أنا معرضتها والله يم شباك. وذكرت بنات صحيح هذه تنجمع وتصير يعني شلون تتجذر وتصير يعني ترد تنعاد تصير عصا موسى، لو اللي بالجذور. أنا هسه عندي بالجذور عندي هنا، فبدأ أعرف يعني ياهو اللي أريد أقصها وأجذرها. قلت هم أنطي سيرش وهم أسأل البنات، أريد هم اللي ينطوني عن أفكارهم، شنو تجاربهم. وشوفوا بنات ما شاء الله، هذه اللبلابة تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. هاي من لبلابة وحدة، يعني سندانة وحدة، تمام. من كنت بذاك البيت
شلون ذبلت. فمن جينا هنا شلون تغير مكانها، تقريبا ظلت حدود الشهرين الأغصان ملتها ماكوش. هاي اللي هنا العروق ميبست يبس يعني فد شي. بس الحمد لله والشكر غيرت التراب ملتهم التربة. جبت بيتوموس أبو حمودي جاب لنا، والبيتوموس بيه شيلات حديد. هاي أعتقد هذا لا برلايت الأبيض، هذا كلش مفيد للتربة. تمام. فهنا بنات بعد نهار متعب، يعني كان النهار كلش متعب، بالأخص بالحر. أنا شوية الحر يتعبني، يعني ينزل عندي يصير عندي هبوط بالضغط، لكن أرد يصير عندي إنعاش، آكل فواكه، عصائر لازم إلا طبيعية أعصرها أني بإيدي. فإحنا ويا ما رحنا البلد جبنا صندوقين أو يعني عنب، وجبنا وياها يعني بطيخ على خضارهم هناك جديدة وحلوة. فصندوق واحد وزعناه للجيران يعني بثواب الأموات. الصندوق الثاني تقريبا نصه أكلنا من عنده، بس بقى عندي فد كمية يعني ما شاء الله الصندوق ما يقارب من 30 كيلو. فبقى عندي الكمية، فأريد أني أيبسه. بنات أريد أسوي طريقة الزبيب، فأني راح أسوي طريقة الزبيب. قالوا لي بعض البنات قالوا لي جمديه، تجميد هم حلو، بس تعرفون بالشتاء واحد ما يرغب بالعنب، هو طبيعة العنب باردة ودور واحد يجمده، فما راح أجمده. أنا إيش راح أسوي؟ راح أيبسه، بس أيبسه أسوي لكم بطريقة كلش حلوة. يعني بالبداية ينغسل وبعدين ينشر، ما أريد يعني أسبق الأحداث، أسويه وبعدين أرجع لكم، وإن شاء الله أكون وافيتكم ولو في فيديو حلو يعجبكم. ولا تنسوني من صالح دعاءكم. أم حمودي قناتي قناة يوميات امرأة بغدادية. إذا ما مشتركين في قناتي يا ريت لايك والاشتراك حتى يوصلكم كل ما هو جديد من قناتي. تحياتي لكم ومع السلامة.